السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. عاجل، أول رد فعل من ناصر الخليفي اتجاه مدرب باريس سان جيرمان عقب خروج من دوري أبطال أوروبا. كشفت تقارير صحفية فرنسية أول رد فعل من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان اتجاه كريستوف غالتي مدرب الفريق عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا. وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان أمام نظيره فريق بايرن ميونخ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز العملاق البافاري بهدف دون رد في بارك دي برينس. ووفقا للمعلومات الواردة من تقارير صحفية فرنسية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يدرس إقالة مدرب الفريق كريستوف غالتي مدرب بعد خروج من دوري أبطال أوروبا. وأشارت التقارير أن نادي العاصمة الفرنسية يضع زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق ضمن أولوياته خلفا لغالتي، كما أنه لا يزال حلم أمير قطر. كما يسلط العملاق الباريسي الضوء الأخضر على كل من لويس إنريكي مدرب برشلونة والمنتخب الإسباني الأسبق، وأيضا البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما على طاولة باريس سان جيرمان. مدرب غالتي عقب توديع باريس سان جيرمان لدوري الأبطال، قام كريستوفر غارتيا المدرب الفني لفريق باريس سان جيرمان بالتعليق على الهزيمة أمام فريقه أمام نظيره بايرن ميونخ وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا. وتعرض باريس سان جيرمان للهزيمة أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين دون رد في إياب الدور 16 ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا. وتحدث غالتي في تصريحات لقناة بليس: مستقبلي من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. وتابع: من الواضح أن مستقبلي يعتمد على رئيس النادي وإدارة الرياضية. واختتم غالتي: هناك خيبة أمل، هكذا هي الأمور. علق النادي الكثير من الآمال على هذه المسابقة. أنا أبقى أواصل مسيرتي، ما زلت أركز على نهاية الموسم بالكثير من الطاقة والتصميم. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو أعزائي متابعينا سبورت فليت، نلتقي في فيديو آخر، إلى اللقاء.